لو ليستر خد الدوري انا احلى اقرب. لو ليستر خد الدوري انا احلى اقرب. طيب مسكين أحمد حسام ميدو فقد وقع في فخ ليستر سيتي، أو إن صح التعبير فخ الساحرة المستديرة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها مهما كان المحلل بارعا وصاحب نظرة ثاقبة في مجال التحليل. فعلها ليستر وفاز بلقب البريمير ليج، وبقي أن يفعلها ميدو ويفي بالوعد. طيب. لا مش هقرا على مكنه 2. اتفاق طبعا خلاص على الهواء ما فيها مزح. مكنه واحده. ما انا هعلق على الهواء. طيب شوف الصورة هذه تهيئة يهيئونك للسيناريو عشان تكون مستعد. لكنها ليست المرة الأولى التي يستغني فيها ميدو عن شعره، فقد فعلها كثيرا عندما كان لاعبا، خصوصا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي. لكن هذه المرة تحولت الحكاية إلى مثار جدل واهتمام واسع وتعليقات ساخرة حتى من أبرز نجوم الكوميديا وكرة القدم في الوطن العربي والعالم. والله شعري وحشني. ما حلقت اخر ايام. مستني احلى على الهواء. انت بتعمل ايه يا عم؟ لكن تضحية ميدو بشعره تعوضها فرحته بفوز النجم العربي المتألق رياض محرز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. مبروك ليستر، مبروك رانييري، مبروك كل اللاعبين، واكيد مبروك رياض محرز. شعري وحشني. خلاص كل الصيف اقرا. يبدو لي ان المترقبين والشامتين كثر في هذه القضيه، يعني هذا الشعر ممكن يرجع يطلع خلال شهرين. ميدو عملها لما كان لاعب في توتنهام. على اي حال يعني لا ادري، خلينا نبدا منك ابو بندر. هو قضيه يعني التحديات هذه او المراهنات، ليست المراهنات الماليه، المراهنات الماليه في ناس اثرت من وراها. توم هانكس نص مليون، متشرد جزائري مليون، جنيه استرليني، مكاتب المراهنات افلست، لكن احنا العرب والمسلمين لا نوافق على المراهنات. لكن المراهنات بالتحدي، يعني ميدو قال ساحلق شعري اذا فاز ليستر سيتي، جاري لينكر قال سيقدم الاستوديو ملابسه الداخليه لو فاز ليستر سيتي. يعني ما رايك بهذه التحديات؟ لان ليستر يبدو كان خارج حساب الجميع. لا بالتاكيد التحديات تعطي اثاره اكثر، خاصه اذا صارت النتيجه عكسيه على المتحدي. يعني كل النتيجه لصالح ليستر على لينكر وعلى ميدو. نتمنى نشوف اللحظه، الحين الجميع يتابع او ينتظر هذه اللحظه اللي يلتزموا فيها هذا الثنائي. بالعكس هذه من جماليات كرة القدم، التحديات الإيجابية اللي في صالح كرة القدم هي أتت من كونهم لاعبين سابقين. من ناحية إيجابية بالنسبة للينكر أنه لاعب في ليستر فترة سابقة، وبالنسبة لميدو أنه كان لاعب في توتنهام. يعني كانت تحديات أعطت إثارة كبيرة، والإثارة الأكبر هي تتويج ليستر واكتمال القصة اللي تحدثنا عنها في فترات سابقة. نعم، لكن يعني دكتور طارق الحقيقة أعتقد أن مثل هذه التصريحات كانت لعدم قناعة الجميع بأن ليستر يمكن يفوز بالدوري. يعني ليست هي قضية والله أنا أراهن مثل أي شيء عادي أنه والله يفوز مثلا مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو يفوز ريال مدريد أو يفوز برشلونة. القضية كانت تتعلق بفريق غير متكافئ مع الآخرين في صراع اللقب، ما أحد انتظر أن يعمل ذلك. لذلك ذهبوا بعيدا، يعني اكستريم كان أنه والله أنا أحلق شعري أو أفعل كذا أو كذا، لأنه كانوا يروا أنه مستحيل يفوز ليستر. صحيح، خصوصا جاري لينكر بداية الموسم. نعم. يعني تقريبا بعد ولا تنسى جاري لينكر كان لاعب في ليستر. نعم. وبداية الموسم صرح بهذا الشيء، واعتقد انه صرح بشرط صعب انه يعني يطبق، لكن سوف يطبق. وافقت يقال إدارة القضاء هناك طبعا وافقت على ذلك وسيطبق اليوم. نعم، وزميلنا ميدو طبعا هو خلال الشهرين الماضيين يعني. فهذه هذه الإثارة وهذه التحديات هي تعطي دائما انتباه وتعطي حلاوة لكرة القدم، دائما متواجدة. يعني تفاوت واختلاف وجهات النظر والتوقعات هي سمة كرة القدم، ودائما سمة الرياضة. السنة الجاية دور الدكتور. لا السنة الجاية بيرلي، نشوف بيرلي الحين ايش راح يسوي الموسم. حتراهن عليه؟ ما ادري، خلينا نشوفه. لا تخلي ميدو يورطك. لا نشوف يورطك يضحك عليك وبعدين مالي في الامور، مالي في الامور هذه. بس انه يعني بيرني ايضا
الان ترشح الى البريمير ليج. راهن عليه انه ما يطيح الدرجه لا الثانيه. راهن تم المراهنه عليه الان من قبل الجمهور بيرنلي انه سوف يحقق اللقب في الموسم القادم، وكان في مراهن 850 تقريبا شخص راهنوا على بين الموسم القادم. شوف لوين ابعاد واصداء تحقيق اللقب بالنسبه لليستر. لكن تقول لي حلق شعري، لا والله ماني حلق شعري. وبالفلوس حرام. ماني حالق شعري. وبالفلوس حرام، ما نسمع احنا لازم تكون وراء الفلوس. كيف ماذا تعتقد بهذه الامور؟ ما رايك بهذه الامور وهذه التحديات؟ وانا حسب ما علمت بان جاري لينيكر قال بانه سيطبق ما وعد به في اول استوديو في الموسم القادم. لا ادري لماذا اجلها كل ذلك. No, he said the first game of next season, the first show of Match of the Day next season, he will present in his underwear. So now he's spending a lot of time in the gym, getting himself ready, making sure he gets rid of I'm sure he looks very good for his age, so I'm sure he won't be too embarrassed when